من اكتر الوصفات اللي كلنا بنحبها في الحلو وفي الحادق هو الجلاش. فالنهارده جيت لكم بوصفه جلاش حلوه كده هتاكلوا صوابعكم وراها. شوفوا شكلها قد ايه حلو. هقولك ازاي تعملي الشكل ده في دقايق بالظبط، هتكوني مخلصه كميه كبيره. متأكدة انك لو جربت الطريقة دي مش هتبطلي ابدا تعمليها، وهتعتمديها في اي وقت عندك عزومة او عايزة تقدمي حاجة طعمها حلو وشكلها شيك. يلا نشوف هنعملها ازاي، بس الاول هستناكي تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا. اول حاجة بنبتدي بيها هي طبقة الشربات. هنا الشربات بتاعنا بيكون تقيل شوية، فاول حاجة بنحتاجها كوبايتين من السكر. طبعا الكوباية اللي بنعاير بيها كل حاجة. وبعد كده بضيف عليها كوباية ونص من المية، وبعد لما بنضيف المية بنديها تقليبة ونرفعها على النار. وانا بحب قبل ما اشيلها من على النار ان انا احط عليها كده شوية من الفانيليا، بتديها طعم وريحة خطيرة. نقلبها بقى ونرفعها على النار. طبعا الشربات او السيرب بنعمله قبل ما بنعمل الجلاش علشان يبقى بارد والجلاش سخن. بعد كده بقى بنجيب الجلاش، انا عايزة ورقة واحدة بنفردها بالشكل ده، وبعد كده نبدأ ندهنها سمنة. لازم ندهنها كويس قوي لان ده اللي هيخليها في الاخر مورقة كده مش مكتومة. بعد لما بندهن السمنة بنروح جايين مطبقينها بالشكل ده. نطبق من الجهة دي، ندوس كده علشان تطبق كويس، وكمان نعملها من الجهة التانية، وبنعملها من النص بالظبط عشان تكون مظبوطة. عايزة تدهني الطبقة دي سمنة عادي، انا بحب ادهنها بصراحة. هعملك دلوقتي واحدة مش مدهونة. وبعد كده بتضيفي الحشو اللي انت عايزاه، الحشو اللي موجود عندك ضيفيه. انا هنا بحب المكسرات جدا فيها، فبروح جايه حاطه كده مكسرات بالشكل ده، وببدا برضو اطبق نفس التطبيقه اللي عملتها في الاول. لازم ناخدها كده للنص بالظبط، بروح جايه دايسه عليها كده علشان ما تفكش مني. وانا برضو بحب ادهنها كده دهنه من السمنه، لكن لو انتوا مش عايزين الخطوه دي استغنوا عنها، بس هي بتبقى حلوه قوي. بس بصراحه علشان تطلع احلى معاكم ما تستغنوش عن الخطوه دي. لو عايزين خطوه ما تدهنوش فيها سمنه، هي الخطوه اللي قبل المكسرات، يعني هتبقى عاديه في الاخر معاكم، مش هتفرق قوي. بعد كده امشوا على كل الخطوات اللي قلتها لكم علشان تاخدوا في الاخر ليه احلى نتيجه. وانتوا بتقلبوا لقيتوه فك كده معاكم، دخلوه بايديكوا عادي كملوه عادي، مفيش اي مشكله فيه ولا هيحصل اي حاجه. وبعد كده باخد الجزء ده على 2. يعني هنا عندنا كل ورقه جلاش بتعمل لنا 2 من دي. شوفوا بقى شكلها قد ايه حلو من جوه، بجد شكلها خطير. بنسيبها على جنب ونبدا نعمل في واحده تانية. يعني بنجيبها نفس النظام ونبدا ان احنا ندهنها في اول طبقه دي سمنه، وانا هنا مش دهنه لكم سمنه كتير. شوفوا بقى دي انا هنا في الطبقه بتاعه المكسرات دي ما حطيتش فيها سمنه. وشوفوا بقى شكلها قد ايه حلو في الاخر. بدات ان انا حطيت السمنه، بعد كده طبقتها بالشكل ده وحطيت عليها المكسرات على طول، ما دهنتش اي سمنه. وبعد لما ضفنا المكسرات بالشكل ده بدات ان انا اطبقها تاني من على الجنب. نحاول ان احنا نجيبها للنص بالظبط علشان تطلع مظبوطه في الاخر معانا. وبرضو الجزء ده مرضتش برضو ادهن عليه سمنة، علشان اللي عايز يعملها كده او اللي عايز يعملها كده الاتنين قدامكم وليه حرية الاختيار. وبرضو نلفها الرول بالشكل ده وبتبقى حلوة جدا في الاخر. نحاول واحنا بنلفها ان احنا نضغط شوية، وفي الاخر بتكملي الكمية كلها بنفس الشكل ده. وهنا لفة الجلاش نص كيلو هتعمل معاكي كمية كبيرة قوي، لان كل ورقة بنقسمها على 2. بعد لما لفيناها رول بنبدأ ان احنا نقسمها على 2 بالشكل ده، ونحاول ان احنا نقسمها من النص بالظبط يعني. شوفوا بقى شكلها من جوه قد ايه حلو. وبعد كده بتعملي الكمية اللي انت عايزاها وبتدخليها فرن سخن على درجة حرارة 180 لحد لما بتستوي وبتاخد لون وبتبقى زي الفل، وبتطلعيها تحط عليها شوية مكسرات وتحط عليها الشربات. لازم هنا الجلاش يكون سخن والشربات يكون بارد، او العكس، بس هو يفضل الجلاش هو اللي يكون سخن والشربات هنا يكون تقيل شوية، علشان مش اول ما ينزل على الجلاش يبدأ ان هو يطرى قوي معانا. شوفوا شكلها قد ايه حلو، متأكدة انه هيعجب اي حد هيجربه. وكمان دي هتبقى احلى الطرق اللي هتجربوا بيها الجلاش وهتعتمدوها في اي عزومة عندكم، لان طعمها حلو وشكلها شيك جدا في نفس الوقت. هستناكي بقى تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها. لو وصلت لعند هنا متنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.